ازيكم؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. رجعنا من تاني بوصفة جديدة سهلة جدا. طبق المخلل من الاطباق اللي لازم تكون موجودة على السفرة، وهو اللي بيحلي اي اكلة. هبدأ معاكم النهاردة بوصفة مخلل. دي هتكون سلسلة لوصفات كتير هنعملها ان شاء الله بكل انواع المخللات. هعمل معاكم النهاردة مخلل الخيار السريع، يعني تعملوه الصبح تاكلوه بالليل. مقرمش ومظبوط لاخر حبة، وكمان الملح بتاعه مظبوط جدا. بشوية تكات كده صغيرة هتطلعوا معاكم أحلى مخلل خيار ممكن تاكلوه. بس قبل ما أبدأ معاكم فيديو النهاردة، لو انتوا أول مرة تشوفوني فأنا فاتن عوض، يلا بينا نبدأ مع بعض. اول حاجه هحتاج طبعا كميه من الخيار على قد الكميه اللي احنا عاملينها في الفيديو. فلفل احمر، وكمان شويه من الشبت، وفصوص من الثوم. ما تستغربوش من الشبت، هو ده التركه بتاعتنا النهارده اللي هتفرق جدا في الوصفه. اهم حاجه كل الخضار عندي يكون فريش وطازه. الخيار يكون بلدي، ما يكونش دبلان، وكمان يكون حجمه صغير بالشكل ده. بنغسله كويس جدا من اي اتربه او اي حاجه، طبعا كل الخضار بنفس الطريقه. هستخدم كمان شويه من الفلفل الاحمر الحار. ممكن كمان تستخدموا فلفل اخضر حار، او تستغنوا خالص لو انتم مش حابينه ان هو يكون سبايسي. بس بيدي كده طعم خفيف حلو، هيعجبكم جدا. هنبدأ أول حاجة كده نقطع كل المقادير. دي القطاعة بتاعة المخللات اللي بتكون بالشكل ده. بنبدأ بنقطع بيها الخيار لشرايح، سمكها ما يكونش تخين قوي وما يكونش رفيع. تكون كده شريحة الخيار ماسكة نفسها، علشان هو ده اللي حافظ لي على الخيار ان هو يكون مقرمش ومظبوط. بنقطع كل الكمية كده بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين. تقدروا كمان لو ما عندكوش القطاعة دي تقطعوه بالسكينة لشرايح عادية جدا، مفيش أي مشكلة. بعد كده قطعنا كل كمية الخيار، هنبدأ بعد كده نقطع باقي المقادير. الفلفل الأحمر اللي عندي استخدمت تقريبا 4 حبات من الفلفل الأحمر الحار. هقطعه لشرايح زي ما قلت لكم. مش متوفر، نقدر نستخدم فلفل أخضر عادي جدا حار. هيدي طعم حلو، بس أنا حابة كده اختلاف الألوان، الأحمر مع الأخضر بيكون شكله حلو جدا في المخلل. بنقطعه برضو لشرايح سميكة بالشكل ده. وطبعا الكمية ترجع لكم. هنا عندي كمان شوية من الشبت بفرمهم ناعم جدا. الشبت هيديني طعم المخلل، هيفرق جدا في الطعم، هيبقى زي المخلل اللي بتاكلوه مع سندوتشات البرجر في المطاعم بره. التركة دي بتفرق جدا جدا. لازم تستخدموا الشبت في الوصفة دي، بجد هيديها طعم حلو. كده كل الخضار بتاعي جاهز وتقطع على اللي اتحط في البرطمان. هنجيب البرطمان بتاعنا وهنحط فيه 3 فصوص من الثوم زي ما هما مش متقطعين. وبنبدأ بعد كده بنوزع طبقات الخضار بتاعتنا. شوية من الشبت مع شوية من الفلفل وشوية من الخيار. وبنفضل نعمل نفس الطبقات بالترتيب زي ما انتوا شايفين. تقدروا طبعا تستخدموا عدد برطمانات زي ما انتوا حابين، سواء كبيرة او صغيرة. اهم حاجة عندي في الموضوع ان البرطمان يكون ازاز، ما يكونش بلاستيك. ليه ازاز مش بلاستيك؟ لان عشان احنا محلول التخليل هنعمله سخن. علشان لو اتحط السائل السخن ده في برطمان بلاستيك هيسيحه، وكده هنبوظ الدنيا كلها. فلازم البرطمان بتاعي يكون ازاز. بنكمل كل الكمية الخضر بتاعتنا بتاعت المخلل لحد ما نخلص كل البرطمان بالشكل ده. هتلاقوا شكله كده، شكل حتى الطبقات شكلها حلو جدا في البرطمان. كده عندي خلاص ضفنا كل الكمية والبرطمان عندي جاهز. انا الكمية دي عملت لي 2 برطمان من المخلل. اخر حاجة بس هضيف رشة كده من حبة البركة، برضو بتدي طعم حلو، كمان بيبقى شكلها حلو مع المخلل. تعالوا بقى نبدأ نجهز محلول التخليل بتاعنا، وهو ده السر كله في المخلل. اول حاجة عندي هنا على الكمية اللي انا عاملاها، هنزل بكوبايتين من المية بدرجة حرارة المطبخ، لان احنا لسه هنسخن المحلول ده على النار. على المية هنزل كده بمعلقة صغيرة مليانة من السكر، وهي دي اللي هتحافظ على الخيار ما يكونش مهري ويفضل مقرمش. كمان 3 معالق كده كبار من الخل. وعندي هنا على كوبايتين المية هنزل بمعلقة مليانة ونص من الملح. مقدار الملح مظبوط جدا على الكمية اللي احنا عاملينها.
اخر حاجة عندي وهي ربع معلقة من الكركم، هتديلي برضو طعم حلو وكمان لون حلو جدا للخيار. هدوب كل حاجة مع بعض كويس جدا، هنرفعه على النار لحد ما يسخن كويس جدا. كل ما هيسخن كل ما هيسوي معاكم المخلل بتاعكم اسرع. كده خلاص محلول التخليل بتاعي سخن. هنجيب بعد كده البرطمان وبنملاه بالمحلول بتاع التخليل بتاعنا ده، طبعا على حسب كمية البرطمانات اللي انتوا عاملينها. وبنسيبه بس يهدى كده لمدة 3-4 دقايق في حرارة المطبخ، وبعد كده بنقفل البرطمان كويس جدا. سيبوه في درجة حرارة المطبخ. اعملوه الصبح، بالليل هيكون جاهز، او بالكتير لو انتوا عايزينه كمان مستوي زيادة تاني يوم الصبح وهيكون جاهز. احلى اسهل واسرع مخلل خيار ممكن تجربوه. هيفضل مقرمش معاكم لحد اخر حبة. ممكن بعد ما يستوي لو انتوا عاملين كمية تحتفظوا بيه في التلاجة لأطول فترة ممكنة، تطلعوا بقى منه على الاستخدام جنب الأكل بقى، جنب سندوتشات البرجر، وكمان مع أي حاجة. ده لون المخلل زي ما انتوا شايفين. أنا عملت برطمانين من المخلل وصدقوني من حلاوته كل ما هيخلص كل ما هتعملوه تاني بسرعة عشان تاكلوه. هو ده شكل المخلل بتاعنا من جوه. يا رب وصفتنا النهارده تكون عجبتكم، واستنوا ان شاء الله لسه فيديوهات كتير عن المخللات وكل حاجة انتوا عايزينها وكل حاجة انتوا طلبتوها. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم على خير الفيديو الجاي والوصفة الجاية. وكالعادة كنت انا معاكم فاتن عوض، والسلام عليكم.